السلام عليكم البنات، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقه ديال الميني بطبوط مخمرات ديال التعمار، كيجيو خفاف ومقطنين وخاويين من الداخل. نبداو على بركه الله. في المقادير عندي هنايا واحد 2 زلايف ديال الفورص الرطب، عندي واحد زلافه ديال الفينو، وعندي زلافه ديال الطحين ديال الفرص الحرش ديال الخبز، عندي واحد الخماره فئه 8 غرام، عندي واحد معلقه ونص ديال السكر سنيده، تقدروا تعوضوه بالعسل، عندي الملحه حسب الخليط، وجوج معالق ديال الزيت النباتيه، واحد المعلقه كبيره عامره ديال الخميره. كنجمع العجينه ديالي بالماء دافي، وكنعجنها مزيان. ضروري من بعد ما عرفت العجينه ديالي مزيان كندهنها بشويه ديال الزيت وكنغطيها بشويه بلاصتيكه كيف كتشوفوا العجينه كتكون رطبه متبقاش بزاف. كنغطيها بلاصتيكه كنخليها كتسخن حتى كيتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما نضاعف الحجم ديالها كندير فيها كنحيدها من داك الهواء اللي فيها، وكنقطعها انا قطعتها على جوج كرات، تقدروا تقطعوها على 3. كنقطعها كنكورها في عندي هنايا الفوري مع الفينو، خليتهم فيه صافي. كنخلي الكرات ديالي يتسيحوا واحد 2 دقائق ولا 3 غير باش يجيو ساهلين باش نسيحوهم. ندير نحطها فوق الهامل، نحط الكره الاولى فوق الهامل وكنبدا نرص السكين ونقلب الدجاج، وكنتاكد بان العجينه ديالي ماشي لاصقه فوق الهامل باش منين نبدا نقطعهم ما يتعوجوش. باش ما كتقطعهم كتبقاو ضروري العجينه متبقاش تكون لاصقه. انا كنقطع وانا كنتاكد انها لاصقه. المهم كنقطعها بالحجم اللي بغيتو، تقدروا تقطعوها دائريه اولا مربعه. كنديرهم كنحطهم كنغطيهم وكنروح حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، وكنبدا نطيب. كندهن المقله ديالي بالزيت، غير شويه ديال الزيت، المهم كيعطيني غير واحد الكولور بلون مزيان، وفي نفس الوقت كيكونوا رطبين. ما بغيتوش تدهنوهم ماشي مشكل، كل واحد باش يبغيهم. صافي كنعمل راه كيتنفخوا غير كتر منهم كيبداو يتنفخوا، واللي بانت ليا تنفخات كنقلبها. حاولوا بليون حيت الا ثقبوا ما كيتنفخوش، غير بشويه عليا ما كيتكتبوا كيجيو مفككين الطياب كيبداو كيتنفخوا. كنرش شويه الزيت وكنبقى نقلب ما كنحبسش من التقلاب، هو السر ديالهم باش كيجيو منفوخين ضروري تبقاو تقلبوهم. الا ما تنفخوش ليكم في الاول كتبقاو تقلبوهم باش ما يقطعوش، ما تقطعش الجهه ما تحمر. نتوما كتقلبوا وكتعاودوا كما كيف كتشوفوا انايا كنقلبها، ما كنخليهاش كاع تحمر. كنبدا كنعاود نقلب. ضروري تقلبوا السير ديالهم باش يجيو منفوخين ومفككين. اللي بانت ليا تحمرات صافي كنحيدها. البوطماطيش مزيانه بزاف باش متحرقوش ليا. كنكمل الكميه ديال المقله الغنيه اللي رميت، عاد كنرمي
أخرى. تبقى هاد على هاد الطريقة راهم كيخرجوا تبارك الله من هاد الكمية ديال الطعام اللي عطيتكم، راه كيتخرج حتى 80 حبة ديال الطعام تاعها. كتشوفوا راه كلهم كاينين مشويين، ولكن ضروري تكونوا كاملين باش تتنقصوا. صافي كنبقى نقلبهم حتى كنكمل الكمية ديالي كامل اللي كرهت. من بعد نشوف هادي كاملة كيجمعوا ويتساووا كيزيدوا والفلفل ولا اللون ونحطو بشوية من النظافة كيجيو متلوين وفي نفس الوقت مفهمتش كيفاش نحط معين متلوين كيجيو رائعين.